تخيل معايا مكان في وسط صحراء قاحلة، مفيش فيه أي حياة ولا أي ملامح مميزة، لكن فجأة تكتشف إن الأرض نفسها مرسوم عليها أشكال غريبة جدا، رسومات ضخمة دقيقة ومتنفذة بطريقة تخليك تسأل إزاي الناس دي من أكتر من 2000 سنة قدروا يعملوا كده. لما أقول 2000 سنة مخكم ما يروحش في حتة تانية، ها؟ بالراحة. ومين اللي عملها أصلا وليه؟ لحد النهاردة مفيش إجابة واحدة مؤكدة. معلمنا النهاردة واحد من أغرب الألغاز في العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. فزورة النهاردة اوعى حد يقول لي صعبة، ولو صعبة فتشوا وابحثوا وهتعرفوا. معلمنا النهاردة موجود في قارة أمريكا الجنوبية، لكن مش مجرد معلم، ده لغز حير العلماء لحد دلوقتي. صحراء واسعة جدا، لكن مش صحراء عادية. الأرض نفسها فيها رسومات غريبة جدا. المكان ده عبارة عن خطوط ورسومات محفورة في الأرض، اتعملت من أكتر من 2000 سنة. اللي عملها حضارة قديمة كانت عايشة في المنطقة. الرسومات دي بتتعمل أو اتعملت بطريقة ذكية جدا. كانوا بيشيلوا الطبقة السطحية الداكنة من الأرض علشان تظهر، أو الطبقة اللي تحت منها أفتح منها فيتكون الشكل. ومن أشهر الرسومات قرد، طائر، عنكبوت، وأشكال هندسية ضخمة. والغريب إن بعض الخطوط مستقيمة لمسافات طويلة جدا بدقة صعبة. بصراحة ما تتعملش بالوسائل البدائية. كمان المكان محفوظ بشكل مدهش جدا. طريقة حفظ المكان غريبة. ليه؟ لأن المنطقة جافة جدا ومفيش رياح قوية تدمر الرسومات. بعض الباحثين شايفين إن الخطوط دي ممكن تكون طرق قديمة أو ليها علاقة بطقوس دينية أو مرتبطة بحركة الشمس والنجوم، لكن لحد دلوقتي مفيش تفسير واحد مؤكد. ما اسم هذه الرسومات الغامضة المحفورة في الصحراء؟ اكتب إجابتك في التعليقات، والحل بكرة في فوازير عم محروس حول العالم. المكان ده لغز حقيقي، وممكن يكون سره ما اتكشفش لحد دلوقتي. فكر كويس وشوف هتوصل للحل ولا لا. أنا واثق إنكم هتوصلوا للحل.